عدم غض البصر سبب كبير من الضعف والهوان، وإنك تحس نفسك إن أنت محبط، وهو جزء لذة قد تكون ثواني معدودة جدا. بعد كده تفكير بشهوة، حاجات كتير جدا سيئة تجرك إلى مشاكل كتيرة جدا. هو سهم من أسهم الشيطان يصيب فيه القلب في جزء من المقتل. قل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كان لكم عدوا مبينا. يعني حاجة دي كده كده وحشة، عمرها ما فيش منها أي استفادة. وغير كده بقى فهي سبب من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يكون كئيب. وبيكون لان انت بتشوف، انت عامل زي الجعان اللي واقف قدام باب مطعم كده بيبص على الاكل، وهو لا معاه فلوس ياكل الاكل من الاكل ده، ولا وكمان فقير يعني لا معاه فلوس ياكل من الاكل ده، ولا طال حتى اكل ولا شبع، غير بس ان هو بطنه تعبته بزياده. وان نفسك تكون ضيقه كده على طول وصدرك ضيق، حاجه صعبه جدا. عشان كده قوم وبلاش الكلام ده. لانك انت لو غضضت بصرك وانت كمان متزوج، فده لن يهنى لك عيش، ولن تطيب لك زوجة، ولن يعني هتكون حياتك متدمرة على الآخر. وحتى إيمانك ممكن ما يستويش بسبب هذه الجزئية الصغيرة جدا. يعني خلينا نتكلم كده بكل صراحة وبكل أريحية. هو يعني أصلا غض البصر، أو ليه كمان ما تقالش غض النظر؟ لان في فرق ما بين النظر والبصر. النظر هو ان انت ماشي في الشارع واقول لك مثلا شفت الواحده دي لابسه ايه او اي حاجه، فتقول لي والله خش بالي. انت نظر، انت هنا ممكن تكون شفتها بس ما خدش بالك منها كويس. اما البصر هو ان انت تبصر بيها، يعني انت ماشي في الشارع اوه ده مش عارف ايه. وكمان غض البصر مش لازم يكون عن النساء، ممكن يكون حتى عن الحرامات. يعني انت مثلا تكون على التليفون مثلا ما بتشوفش الحاجات الحرام، ده غض البصر. ان انت مثلا تكون ماشي في الشارع فتشوف باب بيت مفتوح تغض بصرك عن الموجود جوه، ده من غض البصر. ان انت مثلا تبقى ماشي في الشارع فتشوف مثلا حد حصل له حادثه مثلا او حاجه وما تبصش عليه لان ده موقف هو ما يحبش حد يبص عليه فيه، ده جزء برضه من غض البصر. وكمان الحاجه دي ليها علاقه بالرزق، لانك انت لما تغض مثلا بصرك عن ولا تمدن عينك الى ما متعنا به ازواجا منهم، انت كده هتقعد تحتقر نفسك، تحتقر اللي عندك وتشوف ما عند غيرك. الإنسان كل ما عمقت الآخرين أصبحت أنت قزم. بس لحظة واحدة، أنت لو غضيت بصرك للحظة، هي اللحظة اللي هي الثواني دي هي اللي ممكن تدخل فيها الجنة. جنات عرضها كعرض السماوات والأرض، ما يكونش ليك فيها شبر بسبب إن أنت بس مش قادر اللحظة دي. وعلى فكرة الجزء من غض البصر اللي هو اللحظة الصبر عليها دي اسهل بكتير جدا من تحمل العواقب والندم اللي بعد كده. فانت فعليا بتوفر على نفسك حاجات كتيره جدا 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 واحسن. وغير كده انت تقدر تتطور. ان في ناس هتعيش وهتتولد وهتكون مثلا ممكن ما توصلش للقوه اللي هي تحس ان انت فعلا انا اقدر اغض بصري وانا انسان كويس وانا انسان قوي، وتحس بالقوه واللذه دي ان انت مش خايف من حاجه وان انت شخص كويس. انت ممكن ما تحسش بيها ابدا طول حياتك بسبب هذه الجزء الصغير جدا. اعتبر نفسك في لعبه جميله، وان انت مثلا كل ما تغض بصرك اكتر كل ما تعلى في الليفل عند ربنا اكتر. مش معنى كده ان انت تروح تقف مثلا في مكان مليان ستات متبرجه وتقول انا عشان هعلى في الليفل، لا ده اسمه هبل وعبط. لانه مفيش حد معصوم، العصمه اتدفنت مع سيدنا محمد. وعلشان أأكد لك على كلامي، ربنا بيقول في الآية الكريمة الله نور السماوات والأرض. بس في بس في الصفحة اللي قبليها بقى ربنا بيقول قل للمؤمنين والمؤمنات يغضوا من أبصارهم. لأن أنت لو ما غضتش بصرك أنت مش هتشوف النور ده، مش هتحس بحلاوة الإيمان بقى واللذة والوصول، مش هتحس بالكلام ده ما دون بس أنت جزء صغير اللي هو غض البصر. هو مجاهدة، أنت بتجاهد، وأنت كل لما تجاهد كل لما توصل. وخاف، خاف بجد على منزلتك عند ربنا. لأن من خاف أدلج، ومن أدلج يعني اللي هيخاف هيوصل بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لو عايز طريقة بقى وصفة سحرية بقى عشان تقدر تغض بصرك لحظة بلحظة، هي عليك بالصيام. تفرق معاك جامد قوي حاجة الصيام. انت لما تصوم كده بقى تبدأ تحس باللذة كده والحلاوة، لا أقدر أغض بصري شوية مش عارف إيه، هوبا عادي بقى، خلاص بقى بدأنا الصيام. وإن أنت بجد تحسبها كده، أنا كل لما أغض بصري دلوقتي أول حاجة مش هتعب، مش هتجيلي مثلا شهوة إن أنا خلاص
فايق ومش قادر، لا لا لا، هتبقى عادي. وتصبر احسن من العواقب بعد كده، الندم، الحسره والندم ان انت ده انا عصيت لا، تحس ان انت منتعش كده وحاجه جميله جدا. وحاول بجد عشان انت كده هتوصل. وكان معاكم اخوكم احمد كينج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس، سقيا الجمال تبثها لتطيب أنفاس. طمن قلوب الناس أن الناس للناس.